السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم جبت لكم بريستيج 2024 صابلي بريستيج راقي يصلح لجميع المناسبات. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بلا ما نطول عليكم نروح المقادير وطريقة التحضير. هنا في اناء حطيت 125 غرام مارغرين تكون طرية، ضفت لها 50 غرام سكر ناعم، خلطتهم باللاسباتيل في الاول باش ما يطيرش علينا الغبره تاع السكر. من بعد بديت نضرب بالبعتير حتى يبدا يبيض الخليط. من بعد ضفت صفار بيضاء ومغرف صغيره تاع لافاني، ندربهم مليح. من بعد نحبس البعتير ونبدا نضيف النواشف. هنا عندي 20 غرام تاع نشا او المايزينا، ندخلها مليح في الخليط. من بعد نبدا نلم بالفارينه. هنا ضفت كميه من الفارينه، ضفت معاها نص مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه ونبدا نخلط. هنا في الاول نستعمل لاسباتيل، كي نحسها بدات تنشف نحبس لاسباتيل ونكمل لمها بيدي بهذه الطريقه. هنا باش نعرف القوام تاعها. هنا نخلطو برك ما نعجنوش باش ما يجيش صابلي يابس. نضيفو بالتدريج ونخلط حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هنا نتيستيها بالاصبع تاعي، اذا خرج ناشف يعني يكفيها الفارينه ما نزيدوهاش. نغطيها ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقه. من بعد ما ترتاح نجيبو كيس بلاستيكي ونطرحو العجينه. هنا نجيب حلال ونطرحوها برفق، ما نضغطوش عليها مره واحده. هنا بشويه السمك تاعها ما يكونش خشين وما يكونش رقيق، متوسط. هنا انا جبت طابع مربع وانتوما استعملوا الطابع اللي تحبوا. من بعد ما طبعت جبت البلاطو ونحطو فيه الحبات تاع الصابلي. هنا شوفوا السمك تاعها كيفاش يكون، ماشي رقيقه وماشي خشينه. ونبدا نستف فيها في البلاطو. هنا كنت سخنت الفرن مليح ومن بعد حطيت الصابلي تاعي يطيب. وبالنسبه للحشو عندي 200 غرام كاوكاو محمص ومرحي متوسط، ضفت له 100 غرام تاع حلوه الترك. هنا فتتها وعاودت رحيتهم مع بعض باه يتخلطوا برك. اذا حابين تخلطوه بيديكم خلطوه، يعني ما تستعملوش الميكسير. والكميه هنا انا خدمت لي 30 حبه لان المول تاعي صغير، واذا كان حجم المول كبير شويه راح يخرج لكم اقل من 30 حبه. من بعد ما خلطتهم مليح فرغته في اناء. هنا زعوت حليته بيدي. من بعد لميته بطوفيا براليني. هنا كان الجو بارد كانت جامده، حطيتها في الميكرووند باه تساعدني في الخدمه ويتلم لي الحشو. هنا للكميه بالتقريب واحد 125 غرام. نتوما حطوا عينكم ميزانكم حتى تحصلوا على حشو يكون طري ما يكونش ناشف. من بعد رحت نخدم الشوكولا. انا هنا استعملت هذا المول الشفاف. هنا الحجم تاعو ماشي عالي بزاف. وبديت نحط في الشوكولا. هنا الكميه تاع 30 حبه خدات لي بالتقريب 300 غرام تاع شوكولا بيضاء. في 100 غرام شوكولا بيضاء نضيفو مغرفه كبيره تاع الزيت. هذه في فصل الشتاء، اما في فصل الصيف ما تزيدوا لها والو. هنا باش ما تجيناش الشيكولا يابسه عليها نضيفو الزيت. هنا انا استعملت الاصبع لان جاتني الخدمه به سهله خير بالبنسو. وهنا نركز على الاطراف باه ما يتكسروناش كي نحيوهم. هذه درت الطبقه الاولى نخليها تجمد. من بعد نزيد نعاود الطبقه الثانيه والثالثه بنفس الطريقه.
هنا الطبقة الثانية. نخليها تجمد، نزيد نعاود الطبقة الثالثة، هذه الطبقة الثالثة والأخيرة. ونركزوا دائما على الأطراف كما قلت لكم باه كي نحيو الحبات ما يتكسروناش. من بعد ما جمدت الطبقة الثالثة جبت الحشو. هنا نعمل طبقة من الحشو، نعمرها مليح ونخلي فراغ في الوسط باه نحط الجوز المكسر وشوكولا ليطالي، اي ماركه حبيتو. انا استعملت ماكسون. من بعد ما نكملوا الشوكولا بالطلي نعاودو نغطيوها بنفس الحشو الاول، نكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه. اذا كنا في فصل الصيف نحطوها في المجمد باه كي نحيوها من المول ما تتكسرناش الحبه، اما في فصل الشتاء خليوها برك على برا حتجمد. نحي الحبه بهذه الطريقه ونحطها فوق الصابلي، نلصقها بالشوكولا البيضاء. هنا كملت كامل الحبات لصقتهم. من بعد بديت في التزيين، هنا لمعتهم بالملمع الابيض، ومن بعد زينتهم بوردة تاع عجينة السكر. هنا خدمتهم، ما وريتلكمش الطريقة، كنت مزروبة، مرة خلاف ان شاء الله نخدمها معاكم. من بعد ما لصقت كامل الوردات زدت لمعتهم بالملمع الذهبي، يزيد يمدلنا نظرة باهية للكاطو تاعنا. هذا الكاطو ما كاش اللي داقو ما عجبوش، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا من بعد ما كملت الوردات زدت لمعت الاطراف تاع الصابلي بهذه الطريقه. هذا كاطو بريستيج يصلح لجميع المناسبات، كاطو يعني بزاف بنين وما عندي ما نقول لكم فيه شكلا وذوقا. هنا من بعد كملت كامل الحبات حطيتهم في الكيسات. هنا من بعد ما كملتهم شوفوا كيفاش جا بزاف باهي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما تنسونيش بالجيم والكومنتير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.